السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود استمرار التنسيق والتعاون بين المملكة السعودية والجزائر، وأن هناك توافق تام في الرؤى بين البلدين. وقال وزير الخارجية السعودي عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن زيارته للجزائر تأتي استكمالا واستمرارا للتعاون والتنسيق الوطيد بين السعودية والجزائر في كافة الأمور والشأن العربي، باعتبار الجزائر هي رئيسة القمة العربية الحالية، وأن المملكة العربية السعودية تستلم الرئاسة في الفترة القادمة. وفي السياق أكد الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الذي نقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد السعودي إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن هناك توافق تام في الرؤى بين المملكة العربية السعودية والجزائر. وأضاف أنه قد استشعر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حرصه على المضي قدما في كافة مجالات التعاون بين البلدين على مستوى التعاون الثنائي، مؤكدا أن هناك فرص كثيرة في هذا الإطار بالذات وفي تعزيز وتبادل. وأضاف أنه قد استشعر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حرصه على المضي قدما في كافة مجالات التعاون بين البلدين على مستوى التعاون الثنائي، مؤكدا أن هناك فرص كثيرة في هذا الإطار بالذات في تعزيز التبادل التجاري، فهناك ارتفاع خلال السنوات الماضية. وتابع قائلا: نرى فرص لتعزيز هذا التعاون والاستمرار في بحث مجالات التنسيق والتعاون الأخرى. كما أكد أن تعزيز التعاون والتنسيق على المستوى الثنائي بين الجزائر والسعودية يخدم ليس فقط بالبلدين ولكن أمن واستقرار العالم العربي ومنطقتنا بشكل أوسع والمجتمع الدولي كاملا، وسيتم الاستمرار في هذا التعاون والتنسيق.